في البحر ردوا البال لولادكم، ردوا البال لولادكم بزاف، سواء في الماء ولا في الرمله، لان يقدر يجي شي ود الفشوش كيكابري بشي جيسكي في وسط الماء، ولا يقدر يجي ود الفشوش كيكابري بشي دراجه ناريه ولا شي سياره رباعيه الدفع وكيكابري في الرمله. يقصكم ولادكم وفي الاخر يسمح فيهم هيداك بدون شفقه ولا رحمه، ويمشي ويقول لك انا ود الفشوش، انا عندي الفلوس جري طوالك. يعني هاد الناس هذا كيزيلهم بان الفلوس غادي يشريو العداله، غادي يشريو المجتمع، غادي يشريو كلشي. يعني بنادم كيعطيه ربي واحد البركه ديال المال صافي كيطغى. علاش انا كنقول لك ثلاثه الحوايج اذا تجمعوا في واحد الشخص راه غادي يولي اكبر فاسد في المجتمع. عندك الجهل والمال وانعدام الاخلاق، لا تجمعوا هذا في شخص واحد راه غادي يولي طاغيه، غادي يولي كيظن بانه اي حاجه يقدر يديرها بالفلوس، اي حاجه يشريها بالفلوس، يقدر يشري العداله بالفلوس، يشري بنادم بالفلوس، يشري كلشي بالفلوس. هادشي اللي كيظنوا بعض الناس. ما كنهضرش على كلشي، لان كاين الناس تبارك الله رزقهم الله سبحانه وتعالى وعندهم الفلوس وعندهم كلشي، ولكن الاخلاق اللي فيهم تبارك الله ما شاء الله. ولكن كاين شي ناس كيكونوا الوعي ديالهم جاهلين اكثر من القياس، وكيكون عندهم واحد البركه ديال الفلوس اللي عطاها لهم الله سبحانه وتعالى باش يختبر شنو غادي يديروا بها وكيفاش غادي يتعاملوا بها في الحياه ديالهم الاجتماعيه. كيمشيو هما كيظنوا بانه غادي يديروا بديك الفلوس اي حاجه، غادي يشريو العداله، غادي يشريو كلشي، يشريو الحريه، غيشريو اي حاجه. وعلى الشيء حنا بغينا هذه القصه ديال غيتا تقول لي قصه راي عام كلشي يهضر عليها. بغينا هاد البنت هذه الاب ديالها يجيب حقها، وهذا الشخص هذا اللي اذاها واللي سبب لها في هذه الاضرار هذه، سواء في الاضرار للوالدين ديال لا لعائلته لا الليله، بغينا هذا الشخص هذا في اقرب وقت يدخل للسجن. لان هذا الشخص هذايا الا بقى مطلوق حر راه غادي يسبب مخاطر على المجتمع، غادي يكون انسان دائما فاسد في المجتمع. وهاد الناس هذا كاين بزاف منهم كيكون عندهم مثلا فلوس وكيكون عندهم معارف، كيظنوا بانهم ديك المعارف ديالهم وديك الفلوس ديالهم غادي يديروا كلشي في المجتمع. وهادشي هذا فعلا كاين، راه فهمتي اللي عنده الفلوس هو اللي خصوصا في المجتمعات اللي كتكون المجتمع بحال هدايا اللي كتكون العداله كتشرى بالمال. راه الناس اللي عندها الفلوس هي اللي كتكون مسيطره الصراحه من الاخر. الا كان بنادم العداله في بلادنا كتباع بالفلوس راه كون على يقين المجتمع ديما غيبقى فاسد. ولكن حنا بغينا هذه القصه هذه تولي راي عام، وهذا السيد هذا اللي قص هذه البنت هذا وسبب لها في هذه الاضرار، سواء في الاضرار الماديه للوالدين ديالها ولا اضرار جسمانيه لليله، اي واحد في المجتمع سبب له هذا الشخص هذا اضرار. بغينا هذا السيد هذا في اقرب وقت يلقيو القبض عليه ويكون عنده واحد العقوبه مشدده، لان هذا الشخص بحال هذايا خاص يكون عبره للناس اخرين. راه بكل صراحه خاص يكون عبره للناس اخرين. باش انت تجرأ وتقول قص البنت وتمشي لواحد البلاصه اللي يعني غير قانوني، بانك تمشي انت من ديك البلاصه هذيك وتكابري بالسياره ديالك ولا شي حاجه ماشي قانونيه باش تمشي تما، وما عندكش الحق اصلا تمشي تما، لان هذاك مكان عمومي الناس كتستراح فيه وكتبحر فيه وديك، وانت ماشي كتكابري على الناس، كتسبب مخاطر للناس، وفي الاخر درتي غلط واللي غلط كبير اللي خصك تعاقب عليه. في الاخر انت بلاص ما تعترف بالغلط ديالك وتمشي تصحح الخطا ديالك، المهم تعالج ديك البنت وتوقف مع الوالدين ديالها وديك، لا انت كتزيد عليها بالسنطيحه وتفرعين انا ود الفلوس جري طوالك، انا كنشري العداله، انا شوف راه في بلادنا حنا كنثيقوا في الامن ديالنا بان العداله ما كتشراش من عند صحاب الفلوس، العداله كتعطى. وان شاء الله يا ربي حتى لما تعطاتش العداله في بلادنا غتعطى عند الله سبحانه وتعالى. ونتمنوا هذا السيد هذا يلقيو القبض عليه ويتعرض لاشد العقوبات، لانه كيستاهل، لانه سبب اضرار نفسيه وماديه للعائله ديالها، وفي نفس الوقت سبب اضرار اللي كبيره بزاف جسمانيا هذه البنت هذه. ونتمنوا له الشفاء يا ربي، وان شاء الله يا ربي حتى لما تاخذش حقها ما خداتش حقها في هذا المجتمع هذا خذوا عند الله سبحانه وتعالى. والتوفيق لكم، ونتمنوا يكونش عندنا حالات بحال هذه. وردوا البال وليداتكم في البحر، سواء في الماء ولا في الزنقه ولا في الرمله ولا في اي حاجه، لان كاين بزاف ديال النماذج هذا ما كيوليو طاغيه. بنادم كيحقر على اخر، وبنادم اذا حس براسو عشويه السلطه عنده ولا عند العائله ديالو كيولي طاغيه في المجتمع. وهاد النماذج هذا مخصم اشد العقوبات من الاخر. وتحياتي لكم، السلام عليكم.